قال لك مو فاش شفتها الناس عندهم حكيمي وانا عندي اسامه، ما دارش النيه بغى يهاجر هجراتو ليه. زعما حنا المغاربه خطا. راه خاصكم تعرفوا فريمون دابا كيفاش ولاو كيشوفونا الاجانب وكيفاش ولاو كيهضروا علينا. موضوع الساعه دابا وبارتو هي القصه ديال شاب مغربي ولد خميسات واللي العمر ديالو 24 عام طمع في مهمه امريكانيه واللي العمر ديالها 67 عام باش تصوفيه هو وعائلته ومسيرته الفنيه. دير ليه الوريقات الفيزا الامريكان دريم. هاد السيده تعرف عليها في الانستغرام ودار معاها علاقه هذه اكثر من 3 سنين وهمها باللي كيبغيها. جات عنده شي 2 المرات المغرب قبل ما يطلبها للزواج ويقنعها تجي للمره الثالثه باش يقاد امورهم. زعما اموره الوريقات المستقبل والفلوس وداكشي. هاد الشاب الاسم ديالو اسامه والميمه الاسم ديالها ديبي. اسامه طلب ديبي للزواج وعرضها للمغرب باش يقادوا امورهم اموره زعما باش تدي على برا. ديبي مسكينه جاتها المراهقه متاخره جمعت باكطاجها كامل وقررت تجي في خطره للمغرب. السيده طاحت فيه ولكن الصدمه كانت ليهم بجوج. الصدمه كانت لاسامه الشاب المغربي واللي تضرب ليه البلان ديالو كامل وفي الزيرو ما عرف باش تبلا. وهذه هي اللي كيقولوا لها ما قدوا فيل زادوا فيلا. وبيان سور الصدمه كانت حتى لديبي واللي كان يحسب لها باللي كيبغيها وقالت باللي الحب ديالهم بجوج كافي باش يبنيو حياه جديده في المغرب في الرباط بحكم ان اسامه ولد خميسات. ودابا فكها يا من وحلتيها. السيد بان عليه التوتر وتبخر الحب ولياليه وتغون بلاصه بالغوات والنديبزي كل ما جبدت ليه المخطط ديال انها تبقى هي وياه في المغرب ويبداو حياه جديده. وتما بدا كيتورق بدا كيوضح ليها البلان لدرجه قالت باللي ولات كتشمئز منه ومن نواياه الدفينه من الزواج من اجل الوريقات. والفضيحه دابا ان علاقتهم وصلت لبرنامج واقعي في قناه عالميه وبدا بنادم بارتو كيبارطاجي في السوشيال ميديا. الببليك بدا كيقول باللي كاع داكشي اللي داروا المنتخب ضربوا لنا هاد خونا في الزيرو. دابا ولا كلشي كيقول باللي الولاد ديالنا كيتزوجوا على ود الوريقات وحتى اللي كان باقي عنده شي مخطط دابا تلقاه كيدعي فيه. واش غنقول لكم قبح الله الفقر. وبيان سور كاين اللي تعاطف معاه. الفيديو انتشر حتى هنا عندنا في المغرب وبيان سور الاغلبيه ديال الشباب المغربي تعاطف مع اسامه بحكم انه شاف راسو فيه. البنت اللي ناضت تقول لك شو هنا اسامه كينوضوا لها الدراري ما كيخليو خليج ما كيخليو سعوديه ما كيخليو امارات حصول ولينا مشويين بعضياتنا. الله يدير شي تاويل. وكاين اللي قال باللي الموضوع راه ما ساهلش وراه خاص فريمون يتفتح تحقيق كيفاش المغرب كيستثمر ملايين الدولارات في السياحه وتجي انت على ود مصلحتك تشوه ب 40 مليون مغربي. هي حياتك هذه دير فيها اللي بغيتي ولكن ما تبانش في قناه عالميه وتشوهنا. هاد الناس كيقولوا راه خاصكم تعرفوا فريمون دابا كيفاش ولاو كيشوفونا الاجانب وكيفاش ولاو كيهضروا علينا. وطبعا الاغلبيه راه قلبوها كوميديا سوداء الضحك اللي وسطو القرايه. كاين اللي كيقول لك يا ودي كون غير خلاها تجرب تعيش غير شهر هنا في المغرب وهي غتقول لي نوض نجمعوا بكاجنا ونمشيو فحالنا بلا شوها بلا والو. وواحد اللي ضحكني قال لكم غير قد الموقف وزوجها لباه كومكو راه حصل. ما عرفش باللي هي كون بغات بحال باه راه عطاهم الله في امريكان ولكن هي بغات شي واحد جون راكم عارفين وحده ماشي وحده هذه اللي ما عرفناش واش من هذوك. سيدي قالت لك وبياسه هي واعره عليه وقوصه عليه. اما واحد قال لك مو فاش شفتها الناس عندهم حكيمي وانا عندي اسامه، ما دارش النيه بغى يهاجر هجراتو ليه. زعما حنا المغاربه خطا. واحد كاع ناض قلب البروفيل ديالو بالبروفيل ديال اسامه وقال لهم سمحوا لي المغاربه راه غير كنت بغيت الوريقات ما قصدتش نشوهكم. لا دابا غير قولوا لي اش فيها كاع الا داتو معاه ودارت ليه وريقات هو وعائلته ودير فيهم خير كبير عمرو ينساوه ليها. بحال الامريكان غديها معاه للقبر. صافي ربي خلقك في واحد البقعه ارضيه اللي كاين اللي كيحلم بها اش خاسره ما خاسره والو. دير زوين ما غتعطي حتى لعبه من جيبها. والمهم هادشي قبل ما نبدا عاوتاني نقول عليها عقروشه مسمومه ميكروبه صراحه دابا الله اعلم ما تعرفش مشي تكون في الاخر دايره هذه مفاجاه ولا كاع يكونوا بجوجهم متفقين على البوس اولا الكامبو هي كانت غير بغات تجربوا ما غتجلس لا في المغرب لا في والو هو طاح في الفخ. وفي الاخير لا لغلاء الاسعار وراحت هما اللي دايرين هادشي. السلام عليكم.